السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم بغيت نبعدو على الوصفات ديال الطياب وديال الشهيوات. اليوم بغيت نوريكم، نعطيكم واحد الحل ديال واحد المشكله اللي هي الزربيه ديالنا ملي كتقدام وكتولي كتشد الخمله بزاف. وكيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا هاد الزربيه هادي عندي كيفاش ولات كتشد الخمله. انا غنوريكم اشنا هو السر ديال باش الزربيه ديالكم ترجع جديده. كيف ما كتشوفوا معايا الفرق ما بين هنايا وما بين هنا. انا كناخذ الملحه كيف ما كتشوفوا، اي ملحه عندكم كنرشها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كاع الجوانب شويه الملحه، الوسط كذلك كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ولات كتشوفوا بالنسبه للشيته اللي غنستعمل هذيك الشيته ديال الصابون كيف ما كتشوفوا معايا. غنجيو لهذا الجانب كنبقاو نديرو بحال هكا، نحيدوا هذيك الملحه كيف ما كتشوفوا معايا. كنستمروا على هذه العمليه هذه كيف ما كتشوفوا. كنأكد لكم ان هذه الملحه ما كتخليش البروده تطلع للزربيه. ثاني حاجه كتخليها كتشعل، كيتبدل لك المنظر ديالها. كما كتشوفوا معايا، وهذيك الملحه كتجمع لينا كيف ما كتشوفوا، ما كيبقاش اللون ديالها ابيض. كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيتبدل. كنستمروا على هذه العمليه هذه. من بعد ما نكمل غنوريكم الشكل النهائي ديال الزربيه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معنا البنات، من بعد الزربيه ديالنا ما صبحت على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا انها ولات نقيه. وبالنسبه لهذيك الملحه ها الشكل ديالها كي تيولي كتجمع كاع ديك الخمله اللي ميمكنش لا تحيد بالماء. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه وما غاديش تندموا عليها.